كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية بعد 50 عاما من الفن والحب والعطاء. شجرة عروس البحر التي تثمر المبدعين من مختلف الأجيال. أسسها وسنها بإزميله على موج البحر الفنان الأب الإنسان القادم من أسوان في صيف عام 1957. أحمد عثمان واحد من الرعيل الثاني لفنان مصر في العصر الحديث. النصف الثاني من سبتمبر في سنة 57 فوجئت بضيف عزيز يطرق علي البيت، وأما فتحت وجدته الفنان أحمد عثمان، وده كان رئيس قسم النحت في كلية الفنون الجميلة في القاهرة. قال أنا جاي عشان أعمل كلية فنون جميلة في اسكندرية، ودي كانت مفاجأة. 50 عاما من بناء الحس والروح لثغر مصر الذي يطل عبر البحر إلى حضارات وفدت بعدنا. لقد كان إنجاز الحصن لطلاب الفن من أبناء الإسكندرية ليلوذوا به بعيدا عن مراسم الغرب والتيارات الأوروبية. فتحت الكلية أبوابها في 5 أكتوبر عام 1957 لتستقبل 50 طالبا وطالبة في السنة الإعدادية بعد اجتيازهم امتحان القدرات في نفس الكلية. وعين الفنان أحمد عثمان أول عميد لها، والفنان حسين فوزي وكيلا لها. وفي العام التالي لافتتاحها بدأت أقسام السنة الأولى للتخصص في الزخرفة والتصوير والحفر والنحت. وعين الفنان كامل مصطفى رئيسا لقسم التصوير، ليكون بعد ذلك ثاني عميد للكلية، وذلك في الفترة من 1968 وحتى عام 1977. واختير محمد حامد عويس ليكون العميد الثالث للكلية في الفترة من عام 1977 وحتى عام 1979. فاروق حسني واحد من أبناء هذه الكلية، شق طريقه من قصر ثقافة الأنفوشي حتى روما ليكون مديرا للأكاديمية، وتوازى مع ذلك فهمه العميق للغة الفن. فبعدما كان يصور مدينته بطبيعتها وبحرها، أخذ من البحر امتداده ومن تقلبات ألوانه عالما مملوءا بالتعبيرية التجريدية، وعبر منها إلى إشراك المتلقي لأعماله بكل حواسه، فتجد نفسك تسمع الموسيقى الآتية عبر ألوانه المتحررة من قيد الشكل. هي فنون جميلة اسكندرية هي
ذكريات جميلة، لأنها ما كانتش كلية متجهمة، لكنها كانت قصور جميلة جدا، فيلات، وبقينا عشناها وكأنها بيتنا. اتعلمت على ايدين اساتذة رائعين حقيقة، واتذكر الزمالة الرائعة لكل زملائي اللي كانوا موجودين معايا في الاقسام الاربعة، يعني كان اما في الحفر والتصوير والنحت، وكان بيدرس لنا حامد ندى وسيف وانلي والسجيني، يعني درس لنا مجموعة، والاستاذ عبد الرشيد والاستاذ عويس واساتذه يعني اتعلمنا على ايديهم، يعني ناس كبيره جدا. من اول مره ارسم اكواريل فيعني عجب قوي الاستاذ حامد ندى، وقال لهم هو ده الاكواريل، يعني لان كلنا يعني صغيرين مش واخدين بالنا. واتذكر برضو اول موديل رسمناه، فكان يعني احنا شباب صغيرين وقلعت الموديل امامنا يعني بشكل، فكان الاستاذ عبد الرشيد هو اللي جابها لنا وطلعها، وكان اسمها منى اتذكر. الله لا يا منى. احنا طبعا كنا في حاله قعدنا نشاغب بعض، ده يقرص ده وده يقول ده بص. فالاستاذ عبد الرشيد قال انت يا واد انت هو الا هسقطكم. فطبعا شويه ابتدينا نفهم ان المساله بعيده كل البعد عن اللي في ذهننا يعني واحنا مراهقين وكده. طبعا انا كنت اتمنى اخش قسم تصوير حقيقه، لكن كانت الاختيارات كان في اياميها الاستاذ حسين فوزي وكيل الكليه وهو رئيس القسم. وبرضه اتذكر في الامتحان بتاع اعدادي كان الاستاذ عبد الله جوهر كان معدي وقال لي انت ايه كتبت رغبتك ايه؟ فانا قلت له زخرفه. قال لي عايز تطلع مهندس يا اخي، خبطني على دماغي كده. طبعا يعني انا عشت الفتره، وكنت اول ما دخلت قسم زخرفه لقيت نفسي انا مش متوائم اطلاقا مع معطيات القسم. يمكن كان تحدي كبير ليا في قسم الزخرفه ده ان انا ابقى مصور، لان ما بقتش يعني بقت المساله عندي فيها عقده من المسطره التي والديفايدر والقلم الجدول والمسائل دي كلها ما كانتش يعني. فكنت يمكن اغلب مشروعاتي كلها كانت فري هاند عشان ايه اطلع اللي جوايا. تعلمنا من بعض، تعلمنا من مكتبه الكليه، تعلمنا حتى كان في فرقه كورال، وكان في مجموعه، وكان في شعراء، وكان في ملحنين، وكان في، فكانت يعني انا اتعلمت في الكليه شيء عظيم. هي ذكريات جميله، زي ما بقول انه الواحد فخور بانه هو خريج كليه الفنون جميله اسكندريه، وانا فخور ان ايضا كليه فنون جميله اسكندريه على مدى تاريخها بتصدر الفنانين الرائعين اللي هم سواء شباب او الاساتذه الكبار اللي خرجوا مجموعه رائعه. اسكندريه اصلها مدينه اولا يعني تستاهل العمل فيها، ومش هيضيع اي عمل فيها، لانه القاهره دوله في شكل مدينه، انما اسكندريه مدينه حقيقي اكتظت، وده شيء برضه مؤسف، لكن لازال المدينه تحمل ملامح رائعه. هدم منها قصور كثيره جدا بالالاف المؤلفه، ويمكن الاسكندريه اصلها مؤثره جدا في اللي عايشين فيها، لو شاعر او فنان. السينما طلعت من اسكندريه، عندك محمود سعيد من اسكندريه، عندك كفافس من اسكندريه، سلامه حجازي من اسكندريه، سيد درويش من اسكندريه، يعني سيف وادهم والجزار من اسكندريه، بكار من اسكندريه. تصور يعني اسكندريه طلعت قيم احنا بنفتخر بيها. نشوف يمكن في اللوحه دي لما نقول مصر الفن، فمصر لما تقول مصر عباره عن تاريخ وتقاليد وبيئه ومناظر وعادات وضوء وشمس وجيولوجيا. مصر يعني معاني كثيره جدا بتتجمع في الثلاث حروف دول مصر. فلما واحد يمصر الفن المصري مش معناها لازم يلبسهم كلهم جلاليب يعني عشان يبقوا مصريين، لكن هو ياخد قيمة مصرية أو معنى مصري أو سمة مصرية ويبرزها ويؤكدها
وبالشكل ده هو بيأكد مصرية الفن. وقد حرص الفنان أحمد عثمان على أن يكون قسم النحت مختلفا عن نظيره بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، فأدخل على القسم تطبيقات بالخامات المختلفة كالخشب والحجر والسباكة والحديد، فأنشأ المعامل اللازمة لتلك العمليات ووفر المتخصصين للتدريس فيها. فقد كان عنده خبرة أيضا من خلال رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من إيطاليا، وعاد بعدها ليكون أستاذا في كلية الفنون التطبيقية، بعدها رئيسا لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، ليكلف بعدها بإنشاء كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1957. وفي اليوبيل الذهبي وصل عدد الخريجين من عام 1957 وحتى 2006 إلى 10,021، ولو أخذنا نسبة 5% من هؤلاء لوصل عدد نجوم الفن التشكيلي أكثر من 500 فنان مبدع قدمتهم كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية ليحملوا لواء التطوير والتحديث، ليس للفن التشكيلي السكندري فحسب، ولكن ليغيروا ويطوروا وجه مصر الثقافي، متجاوزين الحدود المحلية إلى العالمية. فمنهم من حقق الجوائز الأولى والميداليات في المعارض الدولية مثل بينال فينيسيا وبينال الإسكندرية، وكان حرص الكلية أن يكون لها الصوت المسموع والفعال في كل المهرجانات المحلية والعالمية. احنا عايزين نمحي من دماغهم فكرة ان هم يقارنوا شغلهم بأعمال الفنانين في الغرب، لأنه ده يعني فكر خاطئ جدا، ونحاول نخليهم يعني يمكن يوصلوا إلى حد ما انهم هيوصلوا للعالمية. وفي عام 1984 انتخب الفنان إسماعيل طه نجم ليكون عميدا للكلية، وحتى عام 1993. وفي عام 1993 اختير الأستاذ الدكتور عطية حسين ليكون عميدا للكلية، وحتى عام 1999. وتلاه الدكتور مجدي موسى حتى عام 2004. وفي عام 2004 تولى الدكتور محمد شاكر عمادة الكلية ليضيف إلى سابقيه بعداً جديداً لدور الكلية وفنانيها في تغيير وجه الإسكندرية ثغر مصر أمام العالم، ليعود وجهها المشرق حاملاً ثقافة الحضارات إلى المواطن العادي، ليخرج الفن من بين جدران مراسم الفنانين وطلاب الكلية إلى الشارع والميدان. كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية الكيان العظيم اللي بدأ ببساطة ولكن على يد إنسان عظيم. 1957 نحات من أعظم نحاتي مصر كلف أن يذهب إلى الإسكندرية وينشئ كلية للفنون الجميلة. كل ممتلكاته الشنطة الهاند باك اللي كان فيها البيجامة والشبشب و1000 جنيه، الدولة بتقول له اعمل لنا كلية فنون جميلة هناك. إنها ليست مجرد كلية يدرس فيها طلاب الفن، وإنما هو امتداد المياه العذبة من نهر النيل لشرايين الفنانين يغمسون فرشاتهم في فيروز البحر لكي يعبروا عن ثقافتهم ورؤاهم، مستمدين من تراثهم الفني
ما يسمح لهم بعبور البحر. لأن أنا من خريج الدفعة الأولى سنة 62، يعني إحنا أول طلاب دخلنا سنة 57. كان الأستاذ أحمد عثمان الله يرحمه علامة من علامات الفن المصري المعاصر، له شخصيته الواضحة وله منهجه وله أسلوبه الفني اللي مؤثر في الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة. كان له وجهة نظر أخرى في إن إحنا كيف نستفيد كطلاب من خبرات أساتذة وفنانين عظام لكنهم ليسوا أكاديميين بالمفهوم الأكاديمي. اتجه أحمد عثمان إلى الاستفادة من خبرة الفنانين الأحرار المقيمين بها، سواء كانوا يحملون مؤهلات فنية أو شهرة، أمثال محمود موسى ومحمد حسين هجرس وسيف وأدهم والي. وبذلك انضمت هذه الكوكبة من نجوم الفنانين إلى هيئة التدريس. يعني كان محمود سعيد على رأس الفنانين في الإسكندرية، وكان فنانين كبار وعلى مستوى عالمي، وكان الأستاذ أحمد عثمان الأب الروحي لنا حريص على أن احنا نكتسب خبرات من كل هؤلاء الأساتذة الكبار. فنانين سكندريين مصري الهوية، لقد كان الجزار سكندريا، ومحمود موسى سكندريا، ومحمود سعيد سكندريا، وحسين بكار